قاعده تقولي لابنك نفس الكلام ومفيش سمعان كلام، وانت قاعده تسالي نفسك هو مش بيسمع ولا مش بيفهم ولا بيعاند وخلاص. في اوقات كتير جدا الطفل مش بيكون عنده مشكله في الكلام اللي بتقوليه نفسه، انما المشكله بجد في طريقه التوصيل. ما هو لما حضرتك تكرري نفس الطلب بنفس النبره بنفس الاسلوب بيحصل عند الطفل حاجه اسمها التعود السلبي. يعني ودنه اتعودت ومخه اصلا ما بقاش يستجيب. هو مش بيتمرن، هو بس ما عادش سامعك زي الاول. الحل ان احنا فعلا نغير طريقه كلامنا. يعني مثلا بدل ما تقولي له يلا قوم ذاكر دلوقتي، جربي تقولي له تحب نبدا النهارده بالعلوم ولا بالعربي. انت كده حولت الطلب لخيار واديتي له احساس بالتحكم، والمفاجاه انه هيسمع الكلام اكتر من الاول وممكن يعمل اللي انت عاوزاه بس بارادته هو. الامومه مش سهله، بس فعلا كل خطوه بتقربي فيها من ابنك بتغير حاجات كتير.